السلام عليكم. شوف ازاي هقدر احمل سجالة كاملة مع كمبروسر مع عدة الشغل في العربية اللي حضراتكم شايفينها. العربية بغض النظر عنها عن المحارة مش الطباش، بس الصراحة عملية جدا، بتشيل اللي انت عايزه، كل حاجة زي ما انت عايز. انا بحط فيها سجالة كاملة. طبعا هنا العقبة الوحيدة هي لوح البلطي، فانا عامل فيه حركة تعجبك. في البداية بتدخل الكمبروسر، تمام، ونخليه كده في ناحيه من الشنطه. طبعا هي 3 صفوف من الكراسي، فانا بشيل صف فيها بس رو من تحت الكرسي، يعني الدنيا حلوه، الكرسي رافع فايزي يعني. تمام. بعد كده هاخد كده شكارتين من اشكال العده، واحده هنا وواحده كمان يعني تسليها عشان ما يزهقش. حلو. وادي كمان واحده. حط بقى الناحيه التانيه الدمر بتاعتنا والكابل وعدة الصنفرة والتجديد. بعد كده اللوح. شوف اللوح انا عامل فيه حركة هنا. اللوح ده حوالي 3.5، انا قاطعه نصين وعامل زي ما انتم شايفين سوستة حديد صلب. اللي في النص دي حديد صلب، والاربع كاميرات دول بربط اللوح، تمام، وبيشتغل معايا لوح سجاله 100% من غير ما احط اللوح على العربيه من فوق، ولا اعمل شبكه، ولا اخد مخلفات، ولا اعمل اي حاجه. ندخل اللوح كده في الباص رو بتاع العربيه تمام، ولا كانك حاطط لوح. فل الفل. كده فاضل عندنا السلام اللي انا بعمل بيهم السجاله. سلمين صغيرين زي ما انتم شايفين بيشتغلوا معاك في اغلب الشغل 100 الا لو عندك ارتفاع يعني اكتر من 4 متر، لا في الحالة دي هتحتاج يعني سجالة معدنية، لكن دول صراحة شغالين معاك في غالبية الشغل زي الفل. كده تمام التمام، مش ناقص أي حاجة. حط غطا العربية، حط كمان عصاية الرولة هنا. الباص السروق بتاع العربية الصراحة فظيع مليش حل. وادي كمان واحدة هنا. ما تقلقش على العربية كده على المحارة، مفيش حاجة تبوظها يعني. واقفل يا معلم. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.